شادي رياض يحط الرحال بإشبيلية للتوقيع في كشوفات ريال بيتيس الإسباني. فالنسيا يضغط على إدارة بلد الوليد لضم أملاح ويضع شرطا لإتمام الصفقة. حط الدولي المغربي شادي رياض مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأحد الرحال بمدينة إشبيلية تمهيدا لتوقيعه في كشوفات ريال بيتيس في إطار الانتقالات الصيفية الحالية. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو صورة توثق لوصول شادي رياض إلى مطار إشبيلية بعد أن توصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي ريال بيتيس للدفاع عن قميصه بداية من الموسم القادم. وأوضح المصدر نفسه أن شادي رياض سيدافع عن قميص الفريق الأندلسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، حيث أن البلاوغرانا يسعى لمتابعة المدافع المغربي مع ريال بيتيس قبل الحسم في عقده بشكل نهائي. وشارك شادي رياض مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 عاما في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس إفريقيا التي توج بها أشبال الأطلس بالرباط. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الفرق كانت ترغب في ضم الدولي المغربي رياض بعد ظهوره في سن صغيرة مع الفريق الأول لبرشلونة. فالنسيا يضغط على إدارة بلد الوليد لضم أملاح ويضع شرطا لإتمام الصفقة. بات الدولي المغربي سليم أملاح لاعب ريال بلد الوليد قريبا من الانتقال إلى فريق فالنسيا في الفترة القادمة. وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن فالنسيا مهتم بخدمات أملاح لتعزيز صفوفه انطلاقا من الموسم القادم، مشيرة إلى أن إدارة بلد الوليد اقترحت على اللاعب أن يغادر النادي بنظام الإعارة على أن يعود إلى صفوفه بعد نهاية السنة القادمة في حالة العودة إلى الدوري الممتاز. واشترط فالنسيا على البوسيلانو التعاقد مع اللاعب المغربي بعقد إعارة مع بند يخول له الانتقال إليه في حال الإعجاب بمؤهلاته، في حين بلد الوليد يرفض ذلك، وهو العائق الوحيد حاليا في مفاوضات الفريقين. وبهذه الخطة يريد الخفافيش ضمان التعاقد مع أملاح بقيمة مالية معقولة في حال تفعيل بند الشراء بعد نهاية الإعارة، وتفادي أي طمع من مسؤولي بلد الوليد نهاية الموسم القادم. وخاض الدولي المغربي أملاح 7 مباريات رفقة فريق بلد الوليد مسجلا هدفين في الدوري الإسباني. تجدر الإشارة إلى أن أملاح كان قد وقع في كشوفات بلد الوليد خلال الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من ستاندرد لييغ البلجيكي بعقد ينتهي سنة 2027.